قاعده لوحدي في البيت النهارده، كلهم خرجوا ومش هيرجعوا قبل نص الليل، على الساعه 1 2 بالليل كده. فقلت انزل اجيب شويه حاجات كده ايه اروق بيها على نفسي، وتتلهم معايا والله، بس مش كل حاجه، حاجات وحاجات يعني. جبت لي شويه شيبسيات، على بسكوتات، على جيليكولات كده كده كده. الحاجات دي جايبه لهم معايا منها ماشي. وجبت لي بقى واحده ايه ايس كريم فرايداي، الستيك دي بحبها قوي، بس دي جبت لنفسي بس. ليه بقى؟ عشان انا مش عارفه هم بيحبوا ايه، فقلت اجيب اللي انا بحبه، وهم جايين يجيبوا لنفسهم اللي هم عايزينه بقى. وجبت واحده جبنه اللي هي مزارع زينه دي، وده عيش فينو عادي جدا. ليه بقى تقولي لي ليه؟ اقول لكم عشان انا ما اتغديتش. ليه ما اتغديتش؟ لان انا ببقى لوحدي في البيت، ما بعملش اكل، مش بيبقى فارق لي، باكل اي حاجه يعني. اكل بيض بسطرمه، سندوتشات جبنه، بحب قوي اعمل البيض بالجبنه الرومي، وممكن بالخضار والزيتون، اي حاجه اي حاجه. وازازه لبن وواحده بيبسي. انا بقى حاليا دلوقتي بفكر، هل اقعد استجم كده ونقنق في شويه السناك دي واعمل لي سندوتشين كده واجيب لي مسلسل، ولا اجيب شويه السناكس دي واصب لي كده واحده بيبسي وافتح معاكم لايف؟ مش عارفه، بفكر لو هقدر افتح لايف ممكن افتح معاكم لايف، بما ان مفيش حد في البيت، فدي فرصه لان دي حاجه ما بتتكررش كتير، ده حدث بالنسبه لي يعني. فالبيت هدوء، مفيش حد هيطلب مني حاجه، فهقدر اقعد براحتي. هشوف لو هقدر هفتح، مش هقدر يبقى هقعد بقى ايه كده استغل الوقت واستجم بشويه السناكس والحلويات والحاجات دي كده، واجيب لي مسلسل حلو.